وتعالى أن يجعلنا لكم من أهل الصلاة. ما حكم إزالة الشعر الزائد في الوجه؟ إن كان الأخ يسأل عن الشعر الزائد من شعر اللحية فلا بأس بأخذه إذا كان هذا الشعر قد نبت في غير مواضع شعر اللحية. طيب حدود اللحية الأول، شعر اللحية هو كل شعر نبت على الخدين واللحيين، واللحيين بفتح اللام مش بكسرها، واللحيين، اللحيين يعني الفكين، فكل شعر ينبت على الخدين وعلى اللحيين هو من شعر اللحية، لا يجوز لك أن تأخذه. أما إن كان ينبت شعر في الوجنتين، خلي بالك من الكلام، وانت الأمر بقى متروك لتقواك مع ربك مولاك، ما تقولش الشيخ أفتى، لا أنا فتوايا واضحة اهو وكلام واضح اهو، كل شعر نبت على الخدين واللحيين فهو من شعر اللحية لا يجوز لك أن تأخذه. أما إن كان الشعر قد نبت على الوجنتين، يعني فوق الخدين تحت العين كده، أو على الرقبة فلا حرج عليك أن تأخذ هذا الشعر الزائد. إن كنت تسأل أيضا عن العنفقة اللي هو الشعر ده، الشعر اللي تحت الشفة السفلى، هذا الشعر على الراجح ليس من شعر اللحية، على الراجح من أقوال المحققين أن هذا الشعر ليس من شعر اللحية، فلا إثم عليك ولا حرج إن أخذته إن كان يؤذيك، وإن تركته فهو أولى. أما إن كنت تسأل عن الشعر بين الحاجبين فهذا أيضا ليس من شعر الحاجبين، فلو أخذته فلا إثم عليك ولا حرج، وإن تركته فهو أولى، فأنت رجل يا رجل. أما إن كنت تسأل عن أخذ الشعر في الحاجبين كما تفعل المرأة فهذا حرام. فإذا كانت المرأة ملعونة وهي المنشأة في الحلية دون أن تجيد الكلام، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا كانت المرأة تعرض نفسها للعن رب العالمين لترقيقها الحاجب أو لأخذها الشعر من الحاجبين، فلا شك أن تعريض الرجل نفسه للعن أعظم من المرأة إن كان يرقق حاجبيه كما تفعل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو أن يكون الجواب كاملا مستوفيا.